الفل يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني قوي قوي زي ما انتم شايفين كده في اول الفيديو. العروسه القمر ورحنا الفرح بقى، والفرح كان الله اكبر ما شاء الله، كان جميل جدا. هنا بقى كنت بوريكم تحضيراتي قبل الفرح. كنت بقى محضره الميك اب واللبس اللي استقريت عليه، وكنت بوريكم بقى في المرايه. طبعا هنا كنا في القاعه، لان انا ما كنتش بلبس في بيتي، كنت بلبس في بيت عمي بقى، وكان في وش وزحمه كتير وكده، فما عرفتش بقى ان انا اصور واعمل ميك اب كامل قدام الكاميرا وكده واوريكم كل التفاصيل. فقلت بقى لما اروح القاعه احاول ان انا اصور في المرايه بتاعه الحمام، ويا دوبك كده لقطت لي كام صوره كده وفيديو. بس برضو المرايه ما كانتش موضحه قوي يا جماعه، بس الطقم كان تحفه وكان عاجبني قوي، اشتريته في اخر حاجه. هنا بقى كانت دخلة العروسه وكانت الزفه، كانت جميله قوي ما شاء الله. العروسه كانت قمر. هي الفستان بتاعها كان رويال. الناس اللي بتحب الهاند ميد وكده، اللي هو فيه بقى شغل كتير وكريستالات كتير وكده. هي ما شاء الله برضه كانت عامله الفيرست لوك وسكند لوك. في الفيرست لوك بقى كانت حاطه الميك اب هادي، كانت عاملاه نود. وكان الفستان بقى زي ما انتم شايفين كده منفوش وكده، ورويال. العروسه ما شاء الله كانت فرفوشه قوي وبترقص وبتتحرك وكده. وصراحه كانت يعني قايمه بالفرح كله، يعني هي كانت بترقص اكتر واحده، كانت فرحانه. قصه حب بقى جامده يا جماعه وكده، فما صدقت بقى اللي هو ايه اخيرا بقى يوم الفرح. ربنا يبارك لها يا رب ويرزقها بالذريه الصالحه، اللهم امين. بجد فرحنا لها قوي، روح قلبي. كانت زي القمر، وكل حاجه كانت حلوه، الفستان، الطرحه، القاعه، كل حاجه كانت حلوه ما شاء الله. بس بقى الفستان كان تقيل يا بنات، انتوا عارفين بقى الفستان بتاع الفرح هو اصلا هنا بقى يا حبايبي كنت بتصور معاها بعد ما اخيرا هديت وقعدت. كانت قمر ما شاء الله. بس بقى هنا كانوا بيرقصوا سلو اول رقصه. فكانوا ما شاء الله حلوين قوي. العريس يا جماعه هادي قوي بجد، هادي، وهي شعنونه يعني، هي بتتحرك وبترقص وكده، والعريس فعلا هادي قوي. بس هما كانوا امارات ولايقين على بعض، وبجد فستانها كان قمر قوي وكان تحفه. وما شاء الله يعني هو ايجاره غالي، يعني فساتين الرويال اللي هي بتبقى هاند ميد والشغل اللي فيها بيبقى كله هاند ميد دي بتبقى غاليه يا بنات. طبعا انتوا عارفين اسعار الفساتين والايجارات دلوقتي يعني معديه. بس هو كان جميل عليها وتحفه. بس مشكلتي بس ومشكله اي حد في الفساتين الرويال ان هي بتبقى تقيله قوي، لان كل حاجه فيها بتبقى هاند ميد وبتبقى شايله كريستالات كتير والمازات كتير، فبنات بتبقى تقيله على الجسم، بس ده عيبها. لكن هي صراحه بتبقى حلوه قوي وفخمه كده وشيك وجميله. البنات بقى اللي بتحب الحاجات السيمبل الرقيقه اللي ما فيهاش شغل هاند ميد كتير، بصي يا بنات هي اذواق، يعني كل واحده بقى ايه على حسب ذوقها. في بنات بتحب بقى يوم الفرح بتاعها تبقى لابسه حاجه فخمه برضو، كانت قمر. بص بقى حتى وهي قاعده بترقص يعني وهي قاعده برضو كانت قاعده بترتاح شويه من التنطيط بقى والرقص بتاع طول القاعه، بس حتى وهي قاعده يا بنات بترقص. بس هنا بقى كنت انا ويا الزونه واحمد اخويا. قمنا بقى كده شويه نتصور. انا برضو معرفش اصور حاجات كتير قوي بنات، لان كنت بقى مشغوله مع العروسه ومع بنات عمي، وكنا بقى بنرقص وكده، فمعرفتش اصور كتير. حتى السكند لوك كله معرفتش اصوره، لان التليفون بتاعي برضو فصل. وانا اصلا ما كنتش بقالي يومين في البيت، كنت عند عمي.
فيعني نسيت حاجات كتير، ومكنتش عارفه بقى ان انا اخد راحتي قوي وكده وجوزي ما كانش معايا، فكنت بقى يزن كان مطلع عيني، فكنت كل شويه شايلاه واصور شويه واشيله ويعيط وكده. فيعني كويس ان انا عرفت اصور لكم الحبه دولت. على قد ما اقدر يعني حاولت ان أنا اصور. بس يا بنات، ورب كده يا رب يرزق كل مشتاق. كل البنوتات القمر تتجوز، وربنا يكرمها كده بالزوج الصالح والذرية الصالحة. بس بقى هنا كانت طالعة تغير الفستان، وبقى بتحضر السكن للوك والبوفيه وكده.